والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نشكر إدارة الجامعة على التصديق بهذا المنبر والنشاط، وبكرة إن شاء الله حيكون في منبر في كلية الهندسة وبعديه في أظن كلية الآداب التربية مش طيب. ودي دعوة لهسي للأحزاب أنه المنبر ده جا لهم، وأخواننا جزاهم الله خير الناس اللي لعبوا باسم الدين بينوه. وأنا داير أفتح فرصة لحزب واحد، ولو بقيت الأحزاب دارين يخشوا ما في مشكلة، لكن حزب واحد هو حزب مؤتمر الطلاب المستقلين، لأنه في طلبة جداد جو في الجامعة وديل قالوا الأيامات دي شغالين، ونحن جايين دايرينهم عديل، عرفتها؟ درش لدرش، فهم لفهم، حجة لحجة. ما بيجوز الانتماء لحزب مؤتمر الطلاب المستقلين، حرام، بل من الكفر الأصغر مجرد الانتماء. أما العقيدة دي بعدين لما يجي نناقش. لو بقيت صعلوك بتاع آيس، لو بقيت بتاع بنات بتاع بنجو، أخير مما تبقى مستغل. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش، فرصة مفتوحة. قبل ما نجي نكشفك نمرق الحاجات الجوة دي، لأنه قالوا في شباب يغتروا بهم وخشوا معاهم 12 شاب، لعلوا الشباب ما عارفين ودين لبسوا عليهم. فالفرصة مفتوحة لمن ينتمي لمؤتمر الطلاب المستقلين، جماعة بتاعين أبو بكر آدم إسماعيل، فرصة مفتوحة. المستغلين أول، بعد ذاك إذا ما في نفتح الفرصة لبقية الناس، حتى الطلبة عموما لو في زول داري يشارك بنفتح له. لكن إحنا أول شيء جايين للمستغلين. أنت من المستغلين؟ بس دايرين المستغلين أول. الطلاب المستقلين يعني المنتمين في تنظيم هنا في الجامعة اسمه مؤتمر الطلاب المستقلين، وديل مرافيد الشيوعيين. يعني الشيوعيين مش ملاحدة وكفار وبر الدين وبشوفوك أنت لو ما بقيت معاهم أنت زول كذا وكذا، وهم ملاحدة منكر وجود الله زي ما حتعرف بعد شوية. لما الشيوعيين يشوفوك كعب بتبقى مؤتمر طلاب مستغلين. أنت فاهم معايا الشغل ده؟ فالفرصة مفتوحة لك قبل ما نخش لقدام، فرصة مفتوحة. مؤتمر الطلاب المستغلين طبعا ديل قايمين، الحزب قام. أنا ببدأ فيك شوية شوية، الشغلة دي ما قاعدين نفضيها، دارين نسخنها. أنت لو ما دار تخش الطلبة بيتكشفوا، وال 12 الجدل إن شاء الله بيمرقوا بإذن الله، والحزب إن شاء الله يقعد لك زي ما يهو، عبارة عن 3 وليد، تلقاهم كم بنية وكم وليد غشتهم الصفقة والاجتماع على الحرام والباطل، وقالين ده الناس عندهم قضية، عشان كده تغشوا الناس وجوك، وإلا أنت ما عندك أي حاجة. أصلا الحزب ده قام بشاكوش، والله كلام ده يا أخواننا ما مبالغة وكذب عليهم، قام بشاكوش. مؤلف واحد اسمه الدكتور أبو بكر آدم إسماعيل، عنده كتاب اسمه جدلية المركز والهامش. لو داير نقاش الباب ده برضو ما عندك مشكلة. الزول ده زمان في جامعة الخرطوم عنده زميلته في الجامعة تقدم ليه لأسباب عنصرية بغيضة باطلة، نحن ذاته ضدها وجينا نحاربها. أبو يدو يعني يتزوج من البيت دي، فقام عمل النظرية حقته دي، وإنه قال لابد نرجع لموضوع السودانوية، لا دايرين دين، لا دايرين إسلام، لا دايرين الرسول، لا دايرين القرآن. ده الحزب اللي قاعد في الجامعة عشان الشباب يفتحوا ويعرفوا حقيقة الأحزاب دي شنو هي ذاتها، عشان تعرفهم. إذا كلامنا ده وإنت حزب ما حزب ملحد، حزب علماني، حزب بحرب الدين، الفرصة مفتوحة لك. حزب مؤتمر الطلاب المستقلين فرصة مفتوحة. قاعدين ساوند بيصلوا إن شاء الله، وإما خشيت إن شاء الله الشغل ده ربنا بوديه حيث شاء وبتتكشف. وبكرة نحن شغالين، لو الليلة ما جاهز ولا كنتوا ضاربين آيس ولسه ما فكت، بكرة إن شاء الله. ولو بكرة ما فكت بعد بكرة بتفك، ولو ما عندكم حق اللي بفك عليكم حق الليلة بنجيكم إن شاء الله، نمشي نديك حقن ولا دريبات
ولا نديك حقنة بتاعت بقر شهر راسك ده يجي. عرفتها؟ ما قادر، جيب جماعتك بجواكيم كبار. لو ما بيقدروا الليلة ما في، قلت في الخرطوم نحن بنديك حق التذكرة ماشي وجاي. عرفتها؟ لو داير طيران بنديك، داير عربية خاصة من هناك بنجيبك، داير باص سفري بتجي، لو في شريحة بنجيبك، داير كارو بنجيبك لكن ما اتصل سريع. عرفتها؟ فأي حاجة معك. تجوا بعد بكرة تجيب أبجاكوم الكبير، تجيب خالد سيلك، تجيب داك الراس عامل زي ترامبي داك اسمه منو؟ إبراهيم الشيخ. زول فهمه كله بس في شعيراته المارقات اللي برا دي، مارقات زي العادم بتاع نيوتن. عرفتها؟ ده فهمه كله. ولا تجيب أي واحد من العواليق حقينكم دي. فالفرصة مفتوحة لك قبل ما نخش في موضوع الجوع، فرصة مفتوحة. مؤتمر الطلاب المستقلين فرصة مفتوحة. طيب قد يكون قاعدين يشاوروا يا ربي نلقي أنفسنا إلى هذه التهلكة ولا ما نلقي. فقبل ما ديل ممكن نفتح فرصة لعموم الشباب والطلاب، لأنه الأحزاب دي انتهت، ما في أحزاب. زي ما قال لك شيخ أحمد الآن الأحزاب ديل مسكوا البلد دي سنتين، جابوا الكفر، كفر عديل، جابوا الإلحاد، جابوا العلمانية، جابوا سب الدين. ما شفتها الجماعة في المظاهرات اللي هي حرام، ودي بنناقش في أي حزب، حزب شيوعي، حزب أمة بكل أجنحته، اتحاديين بكل أجنحتهم، مؤتمر طلاب مستغلين، شيوعيين، جبهة ديمقراطية، كل الأحزاب كلكم نحن بنناقشكم في العلمانية، في الإلحاد، في الخروج، في التوحيد، في السنة، في الرسول، في الإسلام، في شيوخك، في الكورة، في أي حاجة. عرفتها؟ عشان تعرف إنه الأحزاب دي أحزاب فاشلة، وأحزاب ما بيجوز الإنسان ينتمي يخش معاه. والله نصيحة لكم يا طلاب، نصيحة لكم، ما تبقوا مع الأحزاب دي. ناس في المظاهرات قالوا إذا امتدت يد الله للمتاريس قطعناه. ده الأحزاب جايبين ذاك اللي اسمه عبد السلام كشة الفطيسة، تمام، ما شيء في شو عنده رأي. فرصة مفتوحة للنقاش والحوار. بقيتوا التاجر بالدين كمان الشهيد عبد السلام كشة، يا زول يا سلام، يا سلام عليك. بقى الشيوعيين عندهم شهداء، فرصة مفتوحة. كلامي حار، فرصة مفتوحة عليك. ده بيقول الله كريم ولا ترحال، ده مسلم؟ ده مسلم؟ ده النموذج بتاع الحزب الشيوعي بتاع الشباب. يجي واحد تاني اسمه مين يوسف كده، طبعا الحركة الشعبية، يقول الدين ما عندوش علاقة بالدولة، لا عندوش علاقة بالدولة. رجالة ولا شنو؟ واحد قال نحن لو ما جابوا العلمانية دي، محمد جلال مصطفى يده مكسرة، إن شاء الله يتكسر كله، نسأل الله إنه يتكسر كله، لأنه إن شاء الله ما بيجوز في الدعاء. عرفتها؟ نسأل الله إنه ينتهي منه. قال البلد دي يا نفصل الدين من الدولة، والدين ما عنده علاقة بالدولة، ولا نفرتق طوبة طوبة، فرتقوها، مش طوبة طوبة، ذرة ذرة، فرتقوها. الدين ده قاعد جوا عينك يا شيوعي يا علماني يا أي حزب. عرفت الحاصل؟ ديل الشيوعيين ناس بينكروا بيقولوا الله ماف، لا إله والحياة مادة. ديل الاسمهم في الجامعات الجبهة الديمقراطية. ذلك التحالف الراسخ بين الطلاب الشيوعيين والطلاب الديمقراطيين لإنجاز مرحلة الثورة. وكذابين ساكت، ناس ملاحدة، ناس زي ما قال لك شيخ أحمد دارين ينشروا الفساد بين الشباب، دارين يفسدوا شباب الأمة. دي الأحزاب تلقاه شغال آيس ومخدرات وبنجو منو. الناس بيتلفوا تدور ليه؟ شغال الأحزاب دي. الآيس والبنجو والمصايب دي انتشرت بتين. أسألكم بالله يا شباب، الناس السلفيين المعانا ديل ما يجاوبوا، والمسلمين كلهم معانا، أنا داير بقية المسلمين يجاوبوا. الآيس ده انتشر ونسبه بقت مخيفة وعالية بتين. ما هم نشروها الأحزاب والجماعات، هم نشروها. زول تلقاه ولاد صغير واقف قدام دبابة، ده عقله معاه، بيتغشونا نحن، تلعبوا علينا نحن. يقعد يمسكوه 3 يوم في السجن، ما فاهم حاجة. بعد 3 يوم
يجي يقول أنا وين؟ ده معناه عاملين له شنو؟ فكوا منه الشاحن؟ ده ماله؟ ده معناه ضارب آيس. ده شغالينه الأحزاب، التروس، الاعتصام، غيره، شغل بتاع شنو؟ شغل بتاع آيس. فده الشغل بتاع الأحزاب، شغل بتاع الأحزاب، شغل بتاع الحاج. ناس دارين ينشروا الفساد. جام البوشي الحزب الناصري الوحدوي، والبلد دي ما دمرها إلا ديل عرب وديل ما عرب وديل كده وديل كده، ده تدمر البلد دي. الناصريين أو البعثيين، الحزب اللي بينتمي له والبوشي، قال ما في حاجة اسمها تمشي تقول لحبيبتك، قال تجي تقول لها يعني انت كنت بتحبي واحد تاني وليه بتحبيه وتحاسبه. قال نحن ما دارين الفقه الرجولي، الفقه الذكوري وسيطرة الرجل، يعني بيدعوا للفيمينيست، يعني شغل بتاع المرأة النسوية. وزي ما قال لك شيخ أحمد ذاته، النازل معدلات الخلط بقت عالية شديد. وطبعا الشغل ده بيتسرب، الأخلاق دي بيحصل إحلال واستبدال بعامل الخلط. واحد تلقاه جا الجامعة برلوم من أهله، ما لقاشه، بيصلي ماشي تمام، بعيد من الحرام والبنات، ود بيتكلم عديل، بينضم عديل، بياكل عديل، يمشي عديلا، بعد شيء بعوامل الخلط شغله جاطت. ما تعرفك انت تعرف روحك قاعد وين، عرفتها؟ فيبقى يا اخواننا الشغل ده شغاله والاحزاب دي. المؤتمر الطلاب المستغلين، مؤتمر الطلاب المستغلين عندهم كادر في جامعة الخرطوم زمان وقاعد في اليوتيوب الآن، خش على الترابي في الندوة بتاعت الميدان الغربي جامعة الخرطوم 2006، قال نحن لا نقول إن القرآن هو الذي ظلم المرأة، ولكن نقول لا نقول إن الإسلام ظلم المرأة، ولكن نقول إن النص القرآني هو الذي ظلم المرأة. فالناس الجل الدين عديل، ديل جو يحاربوا الدين عديل ويبطلوا. عشان كده ما اختاروا لوزارة التربية عشان ينهوا بها أفكار ودين ومنهج البلد وثقافاته الكويسة إلا الشيوعيين. وزير التربية الشيوعي الماسك المناهج القراي جاب لهم الصفحة 45 من كتاب التاريخ بتاع سادسة، جاب لهم صورة بتاعت مايكل أنجلو الجابين فيها راجل عريان، قالوا ده رب العالمين. ده جابوا لكم انتوا لاولادكم واخوانكم الصغار وامهاتكم. دي الاحزاب الشغاله. انا بستغرب تاني طالب يخش مع الاحزاب دي داير منها شنو؟ بيدوك شنو معاهم؟ ما بيدوك حاجه. طيب فنفتح الفرصه للمستغلين، اذا ما في نفتح لبقيه الطلاب، فرصه مفتوحه. مؤتمر الطلاب المستقلين، كلامنا اللي قلناه فيكم ده صح؟ صح؟ مغرين به والتب ما دار انت خشوا. نحن والله لا حصل في تاريخ الجامعات السودانيه واحد سلفي خش له بعنف او اعتدى له على زول، الا زول اعتدي علينا نرد الاعتداء، لكن ما حصل اعتدينا على زول ولا جينا بعنف ولا بكذا ولا بكذا. انما بنجي الاحزاب بالحجج وبكتبهم وبالوثائق حقتهم وبنناقشهم بالمنطق والعقل، ونحن بنتحدى الاحزاب دي في الجامعه وغيرها وسنين طويله، وما في حزب بيقدر يخش يناقشنا في منهجنا نحن. ليه؟ لانه دي احزاب باطله واحزاب فارغه، ودي ضيعت السودان. والله نحن انا برا، انا كانسان سوداني من حقي انه ارى. الترابي راى، حسن البنا راى، ست مريم رأت، مين جون قرن راى، كلهم راوا، انا برا. وده الدين ذاته، انه البلد دي ما بتتقدم الا لو مسحوا منا الاحزاب كلها، لا كيزان، لا انصار سنه، لا صوفيه، لا شيوعيين، لا مستغلين، لا حركات مسلحه، لا حركات ما مسلحه، لا حركه شعبيه، لا حزب اتحادي، كلهم برا. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لليله نحن ما مرقنا اي كتاب. مره الفاتت جينا هنا، جانا واحد جمهوري وليت غاشينه مسكين، مرقنا له الكتاب حق سيده محمود محمد طه، قال انتوا قطعتوا الكلام. قلنا له اقرا الكلام موجود في النت، اقرا الكلام. لما لقى الكلام ضده طوالي خدت الكتاب وفات طوالي. لان يا اخواننا الشباب ذاتهم ما بيقروا، الناس ما بيقروا. الزول بيجندوا ببنيه، برلوم لاقى برلومه في يوم دراسته الاول،
جا قال انا مما شفتك الشمس فرفرت وما عارف شنو قلبي خدر والزنكيه انقلبت، غشته وغشاها ومشوا مع بعض ولقوا لهم ركن وبقوا يطقطقوا طق 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 حريه يسقط الكيزان يسقط الكيزان. سيدي ما شاربين ايس كيزان سقطوا لهم كم؟ عملتوا شنو؟ قالوا نحن ما مع الكيزان، الكيزان الله لا عادوا، لكن دار اقول لك انه ديل ما اهل لانه انت تمشي معاهم تضيع معاهم زمنك. ولو داير البلد تنجو تشتغل التوحيد والعقيده دي، ده اللي بينجي البلد. عرفتها؟ فالاحزاب لو لقت من شباب الجامعات انهم اعرضوا عنها وبعدوا منها والله البلد دي تمشي لقدام. وزي ما خالد سفة ده وزير في عمل رسمي في بلده، ده النموذج بتاع العلمانيه والتقدم والرقي والحضاره والسلفيه سنه اولى سياسه. يا ناس الجامعه قال لك وزير بدنكله جوا المؤتمر الصحفي، دي لا عملها اوباما. انا المسلمين خليهم، لا عملها اوباما، لا ترامب، لا غونداليزا رايس، لا تابيتا بطرس، لا 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 ما عملوا تدنكله جوا المؤتمر الصحفي. خالد سلك عرفتها؟ انت اصو راسك ده راس شنو ده؟ عرفت توزنوا جوا الاستوديو شغل بتاع قله ادب. جرأوا البنات بنات يسبن في الدين، يسبن دين ابو عسكر ودين العسكر ودين الامن ودين ابو طيره وما اعرف دين شنو. الناس سب دين عديل، دي البنات مسلمات. ان الاحزاب دي لو اشتغلت كده في الشعب السوداني الزول والله يلقى اخته بذنوبها في نص الشارع ما يقدر يفتح خشمه. عشان كده الاحزاب دي لابد نبعد منها. وانتوا يا احزاب لو كلامي ده حار عليكم اتحداكم هسي الليله اي حزب تعال في راسك تعال خش. انا 5 دقائق وانتوا 7 دقائق، لما أنا المنبر ده ينتهي فرصه مفتوحه تقدر تخش. في حزب بيقدر يخش فرصه مفتوحه، ما في دق ما في اي حاجه، بس في كلام نظمي نجام نجام شديد. والله نردمك ايات اللي بتخلطك تاني ما تلقاه. فرصه مفتوحه عليك. طيب فرصه مفتوحه لعموم الطلاب، فرصه مفتوحه حتى لو في طلاب عندهم اسئله واستفسارات. احنا منبرنا ده خلاصته لو ما مركت منه الا انه اترك الاحزاب واترك الجماعات وخليك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما بيننجو نحن في نفسنا ولا بلدنا كمجتمع ما بينجو الا بالشغله دي، الا بالتوحيد ده، الا بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه ربنا قال قل هذه سبيلي، ده ديني ودي طريقتي وده منهاجي ادعو الى الله، لا لحزب لا لنفسي لا لجماعه لا لدنيا، على بصيره ما بجهل. كلامنا ده اي كلمه اخواننا ديل بيقولوها عندهم على دليل، على بصيره ما بجهل. انا ومن اتبعني، دي طريقتي انا وطريقه من اتبعني، انه يدعو الى الله على علم وعلى بصيره زي الصحابه ومن سار على منهجهم. وسبحان الله تنزيه لله من الشرك وما انا من المشركين. ونحن والله يا احزاب ما بهمنا انتوا تخشوا ولا تمرقوا، دارين نوري الطلبه لانه في طلبه جداد ما عارفين حقيقه الاحزاب. عشان كده بس دارين نفتح لك الفرصه، عشان زي ما قال لك شيخ احمد تاني ما تجي بالورق تجي تقول لا الناس دي نحن جينا وما فتحوا لنا فرصه. الفرصه مفتوحه للنقاش والحوار، شعبيين وطنيين شيوعيين اتحاديين حزب امه قحاته، كله فرصه مفتوحه. طيب لو ما دارين تخشوا بنبدا طوالي قال انا فاضي لك جيب البتاعه دي، جيب البتاعه السوداء دي، عرفتها؟ عشان الناس يعرفوا حقيقه الاحزاب. تاني ما تنتمي لك لاي حزب، اوعك تبقى شيوعي، اوعك تبقى جبهه ديمقراطيه، اوعك تبقى مؤتمر طلاب مستغلين، اوعك تبقى UBF ANF ART، اوعك تبقى اي حاجه. طيب ده كتاب الشيوعيين، كتاب مهمات اتحادات الشبيبه الشيوعيه. يا اخي الناس دي يا اخواننا شوف الاحزاب دي، شوف من ضررها بس لو ما في ضرر الا ده. الاحزاب دي يا اخواننا على الاقل ما بتخلي الجامعات دي تمشي لقدام. احنا مشينا اشتغلنا في كليه التربيه الحيصه، اشتغلنا منبر، قامت اجتمعت الاحزاب قالوا تاني السلفيين ديل ما يجوا. قلنا لهم كده خلي الايات والاحاديث. انتوا يا ناس مش قلتوا البلد دي حريه سلام وعداله، مش قلتوا كده؟
نحن بالحرية دي دارين نشتغل، ليه ما عندنا؟ احنا طبعا ما بنستاذن من حزب، ودي رسالة ان شاء الله حتصلهم، حنشتغل جوا عينك، جوا عينك حنشتغل الا ربنا ما يأذن، لكن بنمشي نشتغل جوا عينك. عرفت؟ ما في حزب نحن بيتحكم فينا. نحن وناس بيموتوا في حفلة لما انت قاطع نصك زي ابو الزنان دار تهرشنا نحن. لكن انا دار اوريك انه الاحزاب دي الشعارات اللي بترفعها ذات شعارات كاذبة وباطلة. ناس جرأوا الناس، بلدنا دي الخرابة منو غير الأحزاب. المخدرات والآيس والفساد اللي بتقولوا الآن سبب منو غير الأحزاب. سبب منو يا أخي؟ ناس نبذوا القوات النظامية دي ما في بلد في العالم بينبذوا. أنا جايك للموضوع ده. ما في بلد في العالم بينبذوا فيه والعساكر والجماعة ديل إلا أحزابنا السودانية الوسخة دي. أحزاب وسخة شين فرصة مفتوحة قبل ما واصل. أحزاب وسخة، أحزاب فاشلة، اوعك تنتمي له. بقيت في حزب اجد عليهم الورق في وشهم الله لا عادهم كلهم. عرفتها؟ كلامي حار. في حزب يقدر يناقش 5 دقائق، لي انت عندك 7 دقائق. رايك شنو؟ بقسم معاك المنبر ده، انت عندك زياده مني دقيقتين تقدر تخش في حزب بيقدر يناقش في كلامي ده. احزاب وسخه تقدر تخش؟ طيب نرجع لكلامنا. انا كنت بقول شنو ذاته. عرفتها؟ الناس ده نبذوا العساكر مشوا عشان اوريك انه الكلام ده يا اخواننا حتى ده ما بيليق بذاته دولة. ما بكم البلد بيكون فيها مقومات دولة. مشوا القحات السودانيين، قاعد فيديو مصورين في لندن في حديقة في لندن. واحد قال فرحان بالثورة السودانية، مسكين غشوه. الزول ده قام حرق له ليستيك في لندن. الشرطة جات مسكته، عنده صاحبه بصور وانظر إلى الانتهاك، وقال روحوا هنا في أبو جنزير. قاموا صوروا لك، بقى يصور. قال لازم ما تصور، قال بصور، وذاته رفعوا. دي ما بريطانيا، دي ما بلد الحريات، دي ما لجأوا لها العلمانيين. لأنه العلمانيين قالوا طبعا اللجوء بيكون عنده سبب. أفهم يا طالب، أنا والله لك عذاب دي أنا أجيب لك نجام شديد بتوفيق الله. الناس ديل لما الواحد يلجأ بيكون في سبب بتاع لجوء. يعني انت لجأت ليه؟ واحد يقول مثلا ما قادر امارس حريتي السياسيه، ومن المفاهيم الاساسيه عند الكفار والعلمانيين في زعمهم انه الحريه دي شيء مقدس والى اخره، فبقول له خلاص نديك الجنسيه البريطانيه. برضه من الاسباب بيقول انا مثلي. انت عارف مثلي معناه شنو؟ معناه بيمارس اللواط. بيقول لهم كده عديل. وفضحتهم ميركل وزيره الخارجيه الالمانيه، قالت لما نجح حمدوك بتاع اخر النفق. طبعا نحن حاكم ما سالناه وقعد 2 وحاجه، قلنا بس ده منهجنا ما بنتكلم فيه لانه حاكم. مما نزل مرقنا لك بالنفق بتاعه ذاته. عرفتها؟ المهم ميركل قالت نحن في كوادر من كوادر الاحزاب السودانيه العلمانيه لجأت لألمانيا، كاتبين في اسباب اللجوء انه ما قادرين يمارسوا. الله يجزاك خير. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله. قالوا ما قادرين يمارسوا، قال حرياتهم الشخصيه في ممارسه اللواط اللي بيسموه الهمسكشوال المثليه. يعني يا زول، يعني انت لما مشيت لالمانيا قلت لهم يا ناس اقبلوني مالك؟ والله انا طبعا دي ما بنقدر نقولها دي يا زول، ما تسيد حيلك شويه علماني. وجاي هنا وحبابك يا رزاز الدم، حبابك بنسكب مطر الدم وتم تررم تررم، حكايه القرده شالت نبقه، وانت تاريخ شايل حاجات ثانيه غير النبق. في حاجات ثانيه انت شايلها وسخ. احزاب فاشله كشفتكم، قالت لكم الان النظام في السودان نظام علماني. وزير العدل اسمه نصر الدين عبد الباري قام لغى ماده ادانه الناس. اول حاجه لغى الرده، دي اكبر من المواد الثانيه، لغى الرده. نمره 2 قال الزول اللي بيشرب المريسه يشوفوا ديانته اول. يعني انت عادي ممكن تشرب المريسه، يجيك العسكري في شنو؟ تقول له انا ما معاكم، ما مسلم؟ اي. بعد ما تفك السكره تقول لهم انا اسلمت. لعب. يعني دايرين يجوزوا للناس اللعب. طوالي المانيا قالت لهم بس السودان ده بقى فوضى، يلا قالت لهم ارجعوا اهلكم. انتوا يا جماعه جيتوا بسببكم الوسخ ده، ارجع الوسخين بتاعينك.
يا اخواننا ما شوهوا صورتنا نحن كسودانيين. السوداني الحفلات الحرام دي السودانيين بيخربوها عشان واحد عاين لبنت خالته في حفله والشغله تدور ومعركه امدي بكرات تقوم في مرة عاينوا لها. تمشي انت يا الهوين تمشي لناس المانيا تقول لهم انا هناي ما كويس والجماعه يا زود انت ما تسيت حيلك. عشان كده ما بيقدروا يخشوا لانه احنا فضايحهم دي عارفينها. اواصل ولا تخش؟ اخليك تخش عشان يبقى نقاش في مناهج وكده. وبعد ذاك برضه بتتكشف راح تلقاه مربي له تفه. في شباب بيربوها رمتله ونصيحتي لك شيلها برا. لكن قبل كده التوحيد اهم منها. لو بقيت بيتي فتك موحد انت ممتاز جدا تزولنا. نحن عندنا في ناس بيعتقدوا انه في عقيدتنا عشان تكون انت من اهل التوحيد وكده انه نحن زي انصار السنه لابد تكون كده. لا 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 انت ممكن تكون ده مش دعوه للمعصيه. لكن دار نوريك ده برد على الشبهه بتاعت انه بكفروا الناس بالمعاصي. قد نلقى زول بيسكر وبيشرب الخمر صح ده واقع في معصيه وكبيره وواجب عليه يتوب. لكن لو عقيدته صحيحه ده اخ من اخواننا. عرفتها؟ لو في بنت متبرجه نسال الله انه يهديها ونقول لها المعصيه دي بتورطك مع الله يوم القيامه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال شر نسائكم المتخيلات المتبرجات وهن المنافقات لا يدخل الجنه منهن الا مثل الغراب الاعصم. ده لا كلام انصار سنه لا وهابيه لا غير. لكن لو هي موحده وعقيدتها في الله زي ما بينوا المشايخ جزاهم الله خير فنحن هنا بنقول انه دي اخوتنا في الدين وانه دي مسلمه. لان اخواننا احنا منهجنا انه الزول ما بيمرق بالمعصيه ويكفر بالمعصيه. المهم ده موضوع طويل. فرصه مفتوحه للعلمانيين. ما في علماني يشجع كده ويجي خاشي شجع ناس اولى سياسه. يا اخي عليك الله اولى سياسه معقوله يا اخي. اولى سياسه يناقشوك ويفرجوا فيك الطلبه. وفي طلبه جداد يا احزاب انتوا لو بتفهموا شغل بتاع احزاب نقريكم طبعا. ده لكشر مجاني. عرفت فري لكشر. الحزب المعين لما يكون مخالف لك ويأثر في القاعده حقتك انت المفروض يكون عندك موقف ولا شنو يا اخوانا؟ فحسب المعلومات اللي جاتنا انه في كوادر بتاعين احزاب قاعدين. ما تخاف اجيروا من اجرت ايها الاخوه. الزول اللي بيجي خاشينا ما تزالوا خلاص. تاني نعمل لك شنو؟ دايري اي شيء من انواع الحمايه بنوفرها لك بس تجي خاشي بس. طيب يلا اعرف ديل الشيوعيين نمره واحد. وديل شوف الشيوعيين المستقلين حزب الامه الاتحاديين كلهم بالكيزان ديل علمانيين والعلمانيه كفر. يلا بعد انا داير ابدا لك في التفصيل. طيب ده كتاب مهمات اتحادات الشبيبه الشيوعيه. دي كلمه لفلاديمير لينين اول رئيس للاتحاد السوفيتي في العالم 1917. الكلمه دي قال للشباب الشيوعيين قال بيتكلم عن واجبات الشيوعيين في المرحله الجايه 1917. دارين نشوف قال للشباب شنو. طبعا الكتاب ده مهمات اتحادات الشبيبه ممكن تلقاه في النت عشان ما يقولوا جابوا الكلام ده من وين وده كلام يعني ما موجود وما عنده اصل. لا كلام موجود بس انت كيف تتفك عشان تقدر تقرا شيوعي ومدلقن وملحد وماك مسلم وبعد ده ما بتقرا. ما اجمل الدين والدنيا اذا اجتمع واقبح الكفر والافلاس بالرجل. تبقى شيوعي ومفلس الاثنين عليك. طيب من اول عقائدهم انه الناس دول بينكروا الله يا اخوان ودي من اخطر عقائد الحزب الشيوعي. بيقول لينين وده مرجعيه للشيوعيين ومن الشيوعيين في الجامعات الجبهه الديمقراطيه. انا داير اكرر الكلام ده عشان بعدين الشيوعيين يقولوا لا هنالك انا وهمات دي كلها طبعا بفضل الله عارفها. بيقول لك في تحالف بين الطلاب الشيوعيين والطلاب الديمقراطيين لانجاز مرحله الثوره. كذب. كلهم شيوعيين كلهم ملاحده كلهم بينكروا الله فيه. طيب قال ولكن هل ثمت اخلاق شيوعيه؟ في اخلاق شيوعيه؟ هل ثمت سلوك شيوعي؟
قال أجل بكل تأكيد. غالبا ما يزعم أن ليس لدينا أخلاق خاصة بنا، وفي معظم الأحيان تتهمنا البرجوازية بأننا نحن شيوعيون ننكر كل الأخلاق، وتلك طريقة لتشويه الأفكار لذر الرماد في عيون العمال والفلاحين، لأن الشيوعيين بيعتبروا إنه الناس البروتاري يعني الناس الفقراء ديل اللي بيدعموهم، وكله وهم ساكت. طيب قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ يعني كيف نحن بننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع إننا لا نؤمن بالله. هذا ليه قبل ما واصل فرصة مفتوحة، في شيوعي قاعد، في جبهة ديمقراطية قاعد، فرصة مفتوحة. لو في شيوعي عندك 3 دقائق، عندك 6 دقائق، وأنا عندي 3 دقائق، فرصة مفتوحة لك. قصرنا معاهم يا أخواننا؟ يمكن يكون 3 دقائق يضيع لغلغة ساكت، قد يكون لسانه ثقيل، شرب مشروبات روحية، أو يكون في عنده مصيبة، لكن كده يشاوروا يا أحزاب، كده يشاوروا، تعالوا خش. في شيوعي خاشي ولا نواصل؟ الشيوعي خليه. في حزب تاني خاشي، حزب خاشي. الليلة ده يوم بنفرج فيكم الخلق بفضل الله، وده نحن دين بنتقرب به لربنا سبحانه وتعالى، فلا بد تجي تدافع عن حزبك. أخواننا ديل بدوا بأهم المواضيع، موضوع العقيدة والتوحيد، وده برضه خاشي في التوحيد، لأنه ده بينكر أصل التوحيد وأصل الدين وهو الإيمان بالله. طيب فديل بينكر وجود الله. نجي نناقش الشيوعيين اللي بينكر وجود الله، أنا بناقشه بفهم بسيط. الشيوعي اللي بيقول الله ماف، طيب يا شيوعي أنت قلت الله ماف ليه؟ قالوا عندنا حاجة اسمها نظرية داروين. نظرية داروين دي شنو؟ قروها للجماعة في سنة 3، ونظرية داروين اسمها النشوء والارتقاء، إنه أصل الإنسان عبارة عن خلية أولية في مستنقع قذر، ثم تطورت بالعمل وطول الزمن السنين وبقت قرد. يعني نحن كلنا أجدادنا كانوا قرود. عشان كده لما نقول للشيوعي أحفاد القردة والخنازير ما يزعل، لأنه أنت جدك ككو بيزعمك أنت. المهم قال بعد ذاك تطور القرد، وبعد ذاك بقى بني آدم، لأنه قال القرد كان بيحتاج إنه يأكل الثمار، وما بيقدر القرد يقيف وقفة عمودية زي الإنسان، فاحتاج يقيف بعد شوية. وقال وبدور العمل، ده إنجلس، وبدور العمل تحول القرد لإنسان. هو القرد ساكن في الشجرة عشان تعرفوا كذاب كيف. القرد محتاج يقيف للشجرة، في قرد بيحرشوه يطلع في الشجرة، عشان تعرفهم كذابين كيف. النظرية دي باطلة. الناس علماء الأحياء قالوا دي نظرية باطلة. ليه؟ العلماء قالوا لأن يا أخواننا في سؤال، بل الكلام ده قالوا داروين ذاته في كتابه أصل الأنواع وموجود في النت. قال لو سألنا، قال في نظريتي دي، قال في حلقة مفقودة، طبعا جاب داري يظبطها، قال في حلقة مفقودة وهي من أين جاءت الخلية الأولية، ودي مش حلقة مفقودة، هو ده الموضوع ذاته. هو لأنه ما دار يقول إنه الكون خلقه الله، عشان كده قال في حلقة مفقودة. لا، نحن عندنا الحلقة دي ما مفقودة، نحن عندنا الخلقنا، وخلقك أنت يا شيوعي يا كلب، وخلق القرد، وخلق البشرية والمخلوقات كلها واحد، هو ربنا سبحانه وتعالى، وهو الله الخلاق العليم. أنت بتقول أصل الإنسان كان قرد وكان خلية أولية لأنه أنت ما داير تقول إنه الكون ده خالقه الله، عشان الشيوعي يقول بعدين لو قال لي أحكم، يقول لا 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 أنا بحكم براسي أنا، لا الله يحكم، لا القرآن يحكم، لا الرسول يحكم. القرآن والعلمانية والبعبد الجقر واليهودية والنصرانية والبعبد الشمس والكواكب والأصنام، قالوا ديل كلين في مرتبة واحدة، وربنا قال إن الدين عند الله شنو يا أخواننا؟ الإسلام. فديل هل بيجوز لإنسان عاقل ينتمي لهم؟ الخلية الأولية دي جات من وين يا شيوعي؟ ما بيقدر يناقش. لو قال كانت في المستنقع نقول له المستنقع جاء من وين؟ لو قال المستنقع قاعد في التراب نقول له التراب جاء من وين؟
لو قال التراب قاعد في الكرة الأرضية بنقول له الكرة الأرضية جات من وين؟ لو قال الكرة قاعدة في المجموعة الشمسية نقول له المجموعة الشمسية جات من وين؟ لو قال جات من نظرية الانفجار العظيم نقول له الانفجار العظيم جاء من وين؟ المواد المتفجرة وبيئة الاشتعال والمواد المشتعلة والشرارة الأولى بتاعت الاشتعال جات من وين؟ تقال بنخليك؟ عشان كده ما بخشوا الأحزاب دي أهداف فاشلة. عشان كده الإنسان يا أخواننا ما ينتمي لهم. ولما حكموا البلد دي نحن كنا موقنين تماما إنه ربنا ما حيوفقهم. ليه؟ لأنه ديل بيحاربوا الله. كيف أنت تحارب الله والله اللي عنده الرزق؟ كيف الله يعينك وكيف ربنا يرزقك وكيف ربنا يمن عليك؟ ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا يعني وحدوا، وديل بينكروا الله عديل، وديل بيحاربوا الله. ديل استفزوا المسلمين. جابوا واحدة فنانة أنا نسيت اسمها بتقرأ سورة عمة باللحن بتاع القرآن في قاعة الصدقة. اسمها منو هي؟ ها؟ أمنة حيدر. بتقرأ القرآن دي فنانة قال بتقرأ سورة عمة بالموسيقى وبتقرأ بالألحان. موجودة الآن في النت. استفزوا المسلمين. دي أخواننا الأحزاب الموجودة. أنت جيت طالب جديد خشيت الجامعة دي، خش جامعتك أقرأ، خش المكتبة، أمشي راجع، ذاكر، حافظ على دينك وصلواتك وابعد من الأحزاب دي. دي أحزاب مجرمة، أحزاب مجرمة. يقول لك الأحزاب، يقول لك يا أخي البلد دي بلد متعددة يا أخي، بلد فيها المسلم واليهودي والنصراني وفيها كذا وكذا، ما ممكن نحكمها بدين واحد. عشان كده نحن بندعو للعلمانية ما بندعو للإسلام. نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ناس أعظمهم مسلمين وكان فيهم كثيرين غير مسلمين، كان فيهم يهود، كان فيهم نصارى. ديل متعددين ولا ما متعددين؟ حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشنو؟ حكم بالإسلام. يبقى شبهتك دي باطلة. الإسلام ده طعنك فيه شنو؟ طعنك فيه شنو؟ تخيل القراي لما انحذف الصور بتاعت المقرر بتاع الأساس قال لأنه احنا ما دايرين أولادنا تخوفهم صورة الزلزلة. قال صورة الزلزلة بتخوف. هسي ده مسلم؟ ده مسلم هسي؟ ومشوا له أي ناس مشوا له وناغشهم إلا أخواننا ديل قالوا له دايرين مناظرة. أخونا شيخ مزمل شيخ الفاضل وفقه الله في القناة جابوا معه لقاء في القناة وسأله قال أنا جاهز لمناظرة القراي. بيقدر؟ الفات خلي هسي الليلة ده ليه بكرة ليه بعد سنة القراي بيقدر يناظر السلفيين؟ بيقدر؟ الشيوعيين صديق يوسف سكرتير الحزب الشيوعي هم بيتكلموا قال عن الديمقراطية. وصديق يوسف ده أظن أكاسي ما الصادق المهدي، زول كبير أقدم من العربية الداتسون، زول قاعد من زمان يقول لك الديمقراطية وكره عينك نشفن تتكلم عن ياتو ديمقراطية. ياتو الديمقراطية اللي بيتكلم عنها. حزب الأمة بيتكلم كان عن الديمقراطية. رئيس حزب الأمة الصادق المهدي من عمره 29 سنة غيروا له الدستور بتاع السودان بقوا رئيس، لأنه الزمن ذاك الدستور كان إنه الرئيس لابد يكون 30 سنة فما فوق. بقى رئيس السودان ورئيس حزب الأمة لحد ما مات. دي الديمقراطية؟ ياتوا حزب فدي أحزاب فاشلة ساي. طيب فرصة مفتوحة. الصلاة جات خلاص نحن نصلي ويمكن الناس تفك منهم بعض الصلاة وحاجة، فالفرصة مفتوحة عليكم تجوا طوالي خاشين ما عندكم أي مشكلة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كانوا يقفنا في بعض عقائد الحزب الشيوعي. من عقائد الحزب الشيوعي عشان نمشي لغيره من الأحزاب اللي احنا دايرين الطلاب والطالبات يعرفوه. من عقائده بعد إنكار ومحاربة الدين، أديك تاني نموذج في إنكار الله عز وجل وإنه ده من عقيدتهم وإنهم ناس بيحاربوا الدين ويلغوا الدين. طيب الصفحة 74. طيب بيتكلم عن الشيوعية، إنه الشيوعية ماذا تفعل مع الدين ومع الأخلاق الموجودة في المجتمعات.
قال وفوق ذلك هنالك حقائق أبدية مثل الحرية والعدالة إلى آخر، هي واحدة في جميع أوضاع المجتمع والتبدلات التي تطرأ عليها، ولكن الشيوعية تلغي الحقائق الأبدية وتلغي كل الدين وكل الأخلاق بدلا من إعادة تشكيلها على أسس جديدة. فيبقى الإنسان المسلم يفهم إن الشيوعية إنما هي حرب للدين، وإنه متى ما وجدت الشيوعية معناها وجد حرب الدين. ده المنهج الشيوعي قال لك إنه إحنا بنلغي الأخلاق ونلغي الدين إلى آخر. هنا برضو عندك الشيوعيين في عندهم موضوع تاني خطير جدا، وهو الصفحة 72. طيب، بيتكلم عن مسألة إشاعة المرأة والتأسيس للمنهج النسوي اللي انتشر الآن، بقى يعني جانا جديد يمكن من نهايات عهد الكيزان لما جت طاهرة التوم فتح الباب للجنة داك اسمه عبد الكريم، مين كده؟ جعفر عبد الكريم، بتاع برنامج اسمه شباب توك. البرنامج ده هو برنامج ماسوني شغال حرب على قيم الدين وهدم الدين في قلوب الشباب من الأولاد والبنات، وهو بأيد الكلام ده. جعفر عبد الكريم ده قام عمل له برنامج في السودان معروف مشهور عند الناس، واستضاف واحدة شيوعية وعملوا تمثيلية بمساعدة الكيزان. تخيل، عشان ما يجي كوز يقول لك نحن بنحارب الشيوعيين، ليت فتحت لهم. قاموا جابوا واحدة لابسة لها عراقي اسمها وئام شوقي، الجماعة سموها اوبجكتيف. قالت نحن ضد التسلط الأبوي، يعني دايرة إنه ما في حاجة اسمها أبو عنده قيود على بنته، ولا بيسألها من وين جاية ولا وين مشت، ولا إنه عنده تدخل في حياته. والغريبة هي ذاتها اللي قالت الكلام ده بعد ما انتهى البرنامج ركبت المواصلات رجعت بيت أبوها. شوف التناقض ده كيف. وده منهج يا أخواننا أصلا كان منتشر، المنهج بتاع الفيمينست ده منتشر في الغرب، والآن الغربيين بيقوا قرعانين منه ذاته، لأنه ما في مجتمع بيقوم مجتمع زي ده. ربنا عز وجل خلق وأنه جعل الزوجين الذكر والأنثى في كل الأحياء عشان الدنيا دي تستمر والحياة تمش والذريات وأجناس الأشياء تتكاثر وتتزايد وتمش. فده موضوع فاشل ساكت. الموضوع بتاع الفيمينيست ده موضوع قاموا به الشيوعيين. فدي من عقائد الشيوعيين، موضوع الفيمينيست. ادعت له وئام شوقي المسمات بأوبجكتيف، بتتكلم عن حقوقه وانه من حق المرأة تمشي عريانة زي ما الله خلقها، قالت كومبليتلي نكد، تمشي زي ما الله خلقها في الشارع، وما من حق الشماسة يعتدوا عليها. طيب هل من حقك انت تستفزي مشاعر الشماسة؟ الشماسة ديل ما ناس عندهم حقوق؟ ما انتوا جيتوا من ناحية حقوق، لا دين خليتوه بعيد، والأخلاق خليتوها بعيد. طيب من ناحية بتاعت بني آدمية وإنسانية، الشماسة ديل عندهم حقوق ولا ما عندهم حقوق؟ ولا بقيتوا تدافعوا أو بقيتوا تحاربون؟ عندهم حقوق ولا ما عندهم حقوق؟ هو الشيوعيين بيتكلموا عن ست المريسة، قالوا التحية، وديل المستغلين بالمناسبة، قال التحية لبائعات العرق وستات المريسة اللائي يمارسن بالليل الدعارة وينجبن أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. الله من محل ده ما يقومني ولا أخطو شبر إذا كذبت عليهم في حرف. الناس ديل أنا الكلام ده سمعته منهم في جامعة السودان الغربي، واقفين بيجاي ونحن شغالين، اخواننا شغالين بيجاي، بعد شويه ديلك جو دارين يشوشوا علينا زي الشفات اللي كانوا شغالين قبل شويه بيجاي ديل، جو هنا وسجروا وفاتوا كسبوا سيئات ويتخارجوا ما استفادوا حاجه، الحمد لله ما عندهم اي شيء. المهم جاء واحد منهم
وقف وخدت له كرسي. الجماعة البقية جو حزب مؤتمر الطلاب المستقلين، قام قال الكولين ده أنا والله لما وقفت بقيت عاين أتأمل، قلت يا أخوانا زول يجي مين أهله ود حلال وأبوه دافع له وعارف أبوه منو وأمه منو وجهته كيف وخاله منو خالته، تيجي تخش لك مع حزب مرقوق جانا حرام. قال اللائي يمارسن بالليل الدعارة فينجبن أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. شوف الكلام ده كيف. دي المجرمين، دي الناس دارين ينشروا الفساد ده في المجتمع. عشان كده دي قالت إن شاء الله أمشي أنا عريانة زول يزالني ما من حق المجتمع. الكلام ده بتقدر تعمله في أي دولة برا. ليه تجي تقولوا لنا في السودان نحن بلدنا هنا أي زول لا عندنا ثوابت لا خط أحمر، زول يسب الدين زول يسوي زول يلعب، ده ما استفزاز للمشاعر. نحن ما مسلمين ما عندنا حقوق. هسي الليلة أنت تقدر تمشي كده. أنا أتحدى علماني من الجماعة اللي بيسبوا الدين، الجماعة اللي بيسبوا الدين، أنا أتحدى علماني امشي إسرائيل جوا هناك امشي يقول أنا أتضامن مع هتلر في حرقه لليهود، محركة الهولي كوست ولا بقول لها شنو، خليه يتضامن معاه. شوف لسانه ده بيرجع له تاني، لسانك بيرجع عليك. ها امشي يقول الجماعة، امشي أمريكا قول الجماعة الفجروا في 11 سبتمبر وده كله باطل ما عنده علاقة بالدين. قول الناس الفجروا ديل ناس تمام، والماتوا ديل ناس فطايس هناك بيخلوك. فإلا نحن يا أخواننا هنا في بلدنا دي أي زول يلعب بيديننا ويسب لنا في ديننا ويلعب لنا في عقائدنا وشغل واستغلال ولعب هوس كثير. وبعد العلمانيين دارين يمرقونا برا البلد، قول لنا العاجب عاجب والما عاجب يمرق. جابوا واحد من القحاتة فيديو موجود، والله الله فضح القحاتة ديل فضايح ديل العلمانيين. وده الزول اللي بيسأل من العلمانيين كلهم كده. محمد الفكي ده شنو ما اتحادي ديمقراطي. واحد مسك من القحاتة مسك الميكروفون اجتماع للقحاتة براهم، قاعد محمد الفكي وقاعد سلك وقاعد مين كلهم قاعدين. قال بيتكلم عن انه ان احنا لما ازلنا التمكين بتاع الكيزان شلنا ناس هم كيزان، وقال في ناس معترضين بيتكلم لجماعته بيشجعهم. قال يا محمد الفكي دي ما لغتك، يا فلان ده ما كلامك. ايوه نحن قال في ناس قالوا انتوا دارين تبدلوا تمكين بتمكين، ايوه قال دارين نبدل تمكين بتمكين. العجب عجب والما عجب يمشي يشرب من البحر. خلونا نحن ما سودانيين، شالونا برا. ديك بتاعت الحركه الشعبيه جوا الاعتصام قالت حنشيل شمال جزيره حتى الخرطوم حقتنا، الداير مرحب به اما الزعلان الطرشك. دي الديمقراطيه حقت الاحزاب. فدي الناس مجرمين. هنا دي العلمانيه، تلقى العلمانيه شنو؟ والاتحادي علماني، حزب الامه علماني، المستقل علماني، الشيوعي علماني. هنا الشيوعي قال شنو؟ طبعا ديل طردوا المستغلين. دار تعرف المستغلين كعبين؟ نوريك الطردوا الكعبين، الطردوهم الكعبين الطردوهم عقيدتهم كيف. فكيف بالمطرود؟ الشيوعي مش نحن عندنا مجرم وكافر وملحد؟ ديل طردوا المستغلين، قالوا للمستغلين تكعبين. طيب قال ومن هذه الناحية ده كارل ماركس وفريدريك إنجلز، هذه لها صور حقتهم قاعدة. قال فليس هناك أكثر سخفا من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي من إشاعة النساء. طبعا ده البيان الشيوعي، وده أول وثيقة للشيوعيين في العالم، وده برضه موجود في مواقع النت. قال فليس هناك أكثر سخفا من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي من إشاعة النساء، موضوع إشاعة النساء العلني والرسمي الذي تدعي بأن الشيوعيين قد أقاموه والشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إقامته، فهو كان موجود في كل العصور تقريبا. يعني قال نحن ذاتنا لقينا أصلا قبلينا في إشاعة للمرأة وكذاب، لكن نمشي لقدام. قال فالزواج البرجوازي في الحقيقة ليس إلا نظاما لإشاعة الزوجات، وقصارى ما يمكن أن يتهم به الشيوعيون هو أنهم يريدون إحلال إشاعة النساء بشكل علني ورسمي بدلا من إشاعتهن المستترة بالرياء والنفاق. يعني نفترض أنه صح في إشاعة
قبل الشيوعيين. قالوا نحن جايين نعمل عديل واضح، ونحن في الإسلام ما في حاجة اسمها إشاعة المرأة، في حاجة اسمها زنا، والزنا ده حرام. في حاجة اسمها إشاعة الفواحش، وده كبيرة من الكبائر وحرام. ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ما تزنوا. يعني أسباب الزنا ذاته أنت ما تحصلها. وديل دايرين ينشروا لك إنه الفساد الأخلاقي والزنا يكون بين الناس عادي. ده يقول لك حرية شخصية، يقول لك في حاجة اسمها البوي فريند. ودي يا أخواننا ده ربنا ذكره في القرآن. ربنا قال لما اتكلم عن ملك اليمين قال محصنات غير مسافحات، شوف الوصفين ديل، ولا متخذات أخدان. العلماء قالوا المسافحات يعني البزنة مع أي وحدة، وده إشاعة النساء اللي قصدين الشيوعيين. ومتخذات الأخدان التي تزني مع واحد بس، دي متخذات الأخدان، وده هو البوي فريند. ده الشغل بتاع الشيوعيين. عشان كده من أدبيات الشيوعيين يقول لك معلش كلام شين، لكن لابد الطلاب والطالبات كلهم يعرفوا الكلام ده ويسمعوه ويعرفوا حقيقة منهج الشيوعيين، وإنهم ناس دايرين يدمروا أخلاقك وقبل كده عقيدتك ودينك وإسلامك، وتكره الإسلام وتكره الرسول وتسب الدين وتبقى إنسان ما عندك أي علاقة بدين ولا أخلاق أبدا. قالوا والدبرك لما انضاجع كل بنات الطير ما كان قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده نبيل شريف يملى الدنيا طيور واغاني. عشان كده بتلقى يقول لك يا سلام ابو سيد بيقول والله نحن مع الطيور. الكلب ده داير يبقى والدبرك، ونحن قاعدين بننزلك. والله والدبرك اشرف من كل الجبهه الديمقراطيه، اشرف منكم من لينين لحد الهالكه محموده محمد اسمها شنو فطوم احمد ابراهيم، اشرف منكم شت، لانه الدبرك يسبح الله. قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله والدبرك لو ربنا أذن له ونطق والله يقول الشيوعيين ديل أنا بريء منهم أبدا. الشيوعيين الكعبين ديل رفضوا المستغلين. رأيك شنو؟ الشيوعيين الكعبين ديل قالوا المستغلين ديل ناس كعبين. والله دي أخوانا مصيبة، دي مصيبة ذات مصيبة المصايب. طيب في قالوا برضو حركة اسمها الإحياء والتجديد، وديل مؤتمر شعبي. ديل كانوا زملائنا في جامعة السودان. مين؟ هشام ده ما منتمي عامل فيها، ما منتمي لحزب. ده مؤتمر شعبي أنا ناقشته، بيقرأ هندسة. وفي واحد طويل اسمه هشام برضه من بورسودان هنا، أنا ناظرته في هندسة قبل سنوات، زمن ده كنا عطال أنصار سنة ما فاهمين الحاصل. وداك لقيته زانق له أنصار سنة في الغنى وشعبي، والشك فيه هو هل هو مسلم ولا ما مسلم، تناظروا في الغنى انت بليد ولا شنو. فالمهم انا حاولت ادخله في المواضيع الثانيه وما دخل، لكن في النهايه نجمته بفضل الله في الموضوع بتاع الغنى، الحمد لله شغلته جاطت وكده. لكن ده مؤتمر شعبي. وهشام الثاني ده الطويل ده اشتغل الان رئيس قطاع الشباب في مبادره الطيب الجد، اسمه هشام الشواني اظن ولا حاجه زي دي. ده مؤتمر شعبي. والثاني برضه مؤتمر شعبي، واحد اسمه المقداد مؤتمر شعبي، ومين ديل الجمعيه دي كلها ديل تابعين للترابي، عرفتها؟ وبيجيبوا معاهم مختار بدري ومين ديل مؤتمر شعبي. ديل بينكروا السنه كلها، بل بيروا انه السنه دي سبب التاخر. من كوادرهم اللي اسمه هشام ابن الضارات الثاني، ما بتاعكم هنا من بور السودان ده، الثاني ده قال إذا قلنا الخروج على الحكام حرام معناها جيفارة أحسن من الرسول. طيب تعال يا ابن الضارات الله يكسر لك جوا عينك، تعال شوف الآن واقعك، بس قبل نديك الأدلة تعال شوف واقعك وواقع الخروج على الحكام في السودان وفي غير بلاد السودان، نتيجته شنو؟ وين نتيجته؟ نتيجته الكويسة شنو؟ فده يا أخواننا دي الناس مجرمين، دي الناس أعداء لله، أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام. زنون ده مؤتمر شعبي. زمان برضو في جامعة السودان الجنوبي قال لو عيسى نزل نحن حنكاتله، قال لو عيسى نزل نحن حنكاتله. وده زول غبي، زول أهبل وأهطل وعنده كلام غريب. قال أنا رب السياسة بتاعت البلد دي، قال نحن جدودنا كان بيعبدون في البلد دي،
وده الفرتق البلد. والغريبة في جماعة ماشيين وراه، جماعة إبليس لو عمل حزب في السودان ده للأسف ممكن يلقى له أتباع. فدي جمعية اسمها جمعية الإحياء التجديد، برضو قاعدين هنا. برضو الحزب بتاع الاتحاد الديمقراطي والدلفكي في مجلس السيادة، تحكمت في البلد دي، ده اتحاد ديمقراطي، والحزب الاتحادي مع حزب الأمة اسمهم حكومة الأحزاب، حكموا السودان ده. ما في زول السودان ده ما حكموا إلا السلفيين، والسلفيين ما دارين يحكموا. أسي لو جابوا لنا في طبق بتاع ذهب نقول لهم كاكا ما دارين. والله من ناحية السياسة زي ما نحكموا، خليك دعوتنا الأفضل من سياسة الدنيا دي كلها. من ناحية السياسة بس ما نافع، تجيب لي بلد مش احتضرت، دي جيفت وعفنت ذاته. أسي دي دي تلاقيها كيف؟ كده البلد دي لاقيها لي، لاقيها في التعليم، لاقيها في الصحة، لاقيها لي في أمنها، لاقيها لي في المخدرات، في الجرائم، لاقيها لي في الأخلاقيات، لاقيها لي في الأحزاب، لاقيها لي في الاقتصاد، لاقيها لي في المال، لاقيها لي في العملة، لاقيها لي في الموارد. يا زول الموضوع ده طويل والله، دي تمسكها تتورط ورطة من دنيا ساي ما تتفك منها. خليك انه نحن دعوتنا ذات ما جاي الا دنيا ذاتها. عشان كده علماءنا قالوا من السياسة ترك السياسة. والقاعدة دي ما اشتغلوا بها انصار السنة، صار السنة باعوها زمان، عملوا لهم حزبين، حزب التيار السوداني وحزب الوعد السوداني. وحزب التيار السوداني رئيسه كان هو أو مسؤول التأصيل، الزول الماسك التأصيل في الحزب بتاع انصار السنة اللي اسمه التيار السوداني ده اسمه دكتور علاء الدين محمد عثمان، كان رئيس جماعة انصار السنة المحمدية الإصلاح في البحر الأحمر. زول خريج الجامعة الإسلامية، تابع له لحزب الجامعة الإسلامية بيقبلوك فيه عشان تشتغل توحيد، ده مش خش في الحزب، شغل بتاع جبهجية وكيزان، شغل فارغ. المهم ودى الفكي ده علماني. العلمانية بتقول إنه هي بديل للدين، قالوا السكيولاريست ده الزول العلماني أو السكيولاريزم المذهب العلماني، قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس من الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. عشان كده ما تبقى تبع حزب. في بعض الناس بيسألوا، واحد من أخواننا قال لي في واحد يعني الاتحادين يعني زي شايفهم كويسين، لا ديل ما كويسين، إذا بدي كلها واحد فيها كويس ما في. ليه يا أخواننا؟ لأنه الناس ديل ناس علمانين، وإنت لو بقيت علماني واحد من اثنين، يا ما فاهم الإسلام ولا فاهم العلمانية، ولا إنت فاهم العلمانية لكن إنت مجرم. الزول المخدوع ما فاهم العلمانية إنها ضد الدين، لأنه كلمة سكيولر معناها دنيوي أو لا ديني، والزول العلماني هو ضد الدين أو ضد الأخروي أو ضد ما هو ضد الكنيسة. ديل هلو أن نجروها ذاته عرفوها كده. يجيني واحد هنا مجدوع بجاي يقول لك له العلمانية من العلم، والعلمانية تعني الاهتمام بأنه الحكم يكون للدين، الله الدين للوطن، الله وشنو كده ما أعرف، وهو ساكت. الدين لله والوطن للجميع، لا الدين لله والوطن لله وكلنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك، كله لله. عرفتها؟ ويجوك الشيوعيين والجبهة الديمقراطية يقول لك الدين دين الباري وفوق الأرض صراع الطبقة، يعني أي صاحب تاي زول بيدينه، لكن نحن في الأرض دي صراع الطبقة، يعني نحن نشتغل شغلنا نحن، لا في حاجة اسمها تحكمنا بآية تحكمنا بحديث، ده كله ما بينفع معنا. المهم في هذه هنا وفي كلام كثير، والأحزاب دي لسه في أحزاب الكيزان ذاتهم عندنا لهم وثائق، لكن نفتح فرصة للمداخلات، فرصة مفتوحة.